بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هحكي لكم حكاية غريبة، وإن شاء الله يا رب الحكاية دي تعجبكم بإذن الله. ليا بقى حكاية مع العباية. حكايتي مع العباية والحج هي حكاية غريبة شوية، بس هحكيها لكم عشان خاطر ليها معنى في الآخر. احنا كنا قاعدين في السعودية، وبعدين حصلت ظروف ونزلنا. كان قبل الحج ب15 يوم، وانا كنت مجهزه العبايه دي للحج. لو نفتكر وقتها كان ايام انفلونزا الخنازير، وكان منتشر الوقت ده، كان تقريبا 2009 او 2010. وبقيت اعيط وابكي وانا نازله من السعوديه لمصر، والناس جايه من مصر للسعوديه عشان تحج. قعدت يعني في حاله نفسيه سيئه جدا. يا رب ده فاضل 15 يوم على الحج، يعني معقوله مش هحج؟ معقوله كده؟ بقيت كان ساعتها قالوا ان انفلونزا الخنازير منتشرة، وكان معايا بناتي لسه صغيرين وكنت خايفة عليهم من المصل. فقلت أكيد ربنا ليه حكمة، بس بقيت زعلانة وبقيت متضايقة. فخدت العباية دي، حلفت إن أنا مش هلبسها غير لما حج. إزاي؟ الله أعلم. وإمتى؟ الله أعلم، لأن ربنا هو اللي منع، يعني ما أذنش لسه في الوقت ده إن أنا حج. ففضلت حطاها في الدولاب ما نزلت مصر، وابص لها واقعد اقول لها هيجي وقتك وهلبسك وهحج. وما لبستهاش في اي مناسبه خالص. بصوا هي جميله ازاي، انا بحبها جدا. وما لبستهاش، ما رضيتش البسها في اي مناسبه خالص، لغايه اما ربنا اذن. وبعدها بسنتين جه جوزي عقد تاني في السعوديه، ورحنا وحجيت ولبستها وبقيت مبسوطه جدا. المغزى من الكلام ده ايه؟ ان الواحد لازم يحط جواه اليقين بالله، وان هو حسن الظن بالله ان ربنا ان شاء الله هيحقق له الحاجه اللي هو عاوزها. وده ما هي خير، يعني انا كنت بتمنى ان انا احج مش اكتر من كده. يعني ده